مساء الفل والياسمين. معانا دراجة كهربائية من ماركة كوجو الروسية الأكثر مبيعا. تعال عيش بس معدي ثانية واحدة بس. الدراجة اللي معانا دي تعتبر في الفترة اللي فاتت حققنا منها مبيعات كبيرة وعليها طلب كبير جدا. كل حاجة فيها برو، كل حاجة فيها لاكجيريوس، كل خاماتها وكل تفاصيلها مصنوعة من أعلى جودة وبتديك متعة وراحة في القيادة مش طبيعية. هنبتدي واحدة واحدة كده عن تفاصيل العجلة. وأهم حاجة فيها إن دي مش باينة إنها عجلة كهربائية، إن هي البطارية بتاعتها داخل الفريم، ودي طبعا بالنسبة لي أنا دي حاجة مميزة وبتحافظ على البطارية أكتر. يعني دي بالنسبة لي ميزة كبيرة، إن أنا بحب أسوق العجلة الكهربائية مش باينة إن هي كهرباء، تكون حاجة مميزة مش مع أي حد. طيب التفاصيل بتاعت الفريم ده التصميم بتاعه قمة في التميز والروعة. ليه بقى؟ لأن التصميم ده ينفع لكل الناس، ينفع لشاب، ينفع لبنت، ينفع لطفل، ينفع لراجل كبير. الركوب عليه بكل سهولة، مثلا لابس قفطان، حد لابس جلابية، ده بالنسبة له هيكون سهل جدا، أو حد كبير في السن. في مفاجأة كبيرة جدا هقول لكم عليها في آخر الفيديو، فشوفوا الفيديو للنهاية وما تنسوش تدعمونا باللايك والاشتراك في القناة، عشان في اسعاف معديه ولا عربيه مطافي كل ما نصور يا صوت قطر يا صوت اسعاف، بس احنا برضه هنكمل مهما حصل من ظروف. طيب العجله دي فيها 3 مودز للسرعه، وكمان البدال بتاعها. يعني انت لو عاوز تشتغل بيها لا قدر الله البطاريه فصلت منك، انت بتكمل بالبدال عادي. ده ميزه عن السكوتر. تاني حاجه، لو انت بقى عاوز تشتغل بدال بس البدال يزق، يعني ايه، ما تبقاش رياضه برضو العجله تبقى تقيله عليك، حمل العجله يبقى الموتور هيساعدك، فانت برضو البدال فيه سنسور وبيساعد. طيب العجله دي واهم حاجه ان هي بتجيب سرعه كام؟ السرعه بتاعتها 40، فدي حاجه طبعا ممتازه وجميله. خامات العجله كلها بريميوم زي ما قلنا، وبنأكد على المعلومه دي لان العجله دي براند روسي من اعلى البراندات العالميه. السسبنشن بتاعها ممتاز جدا في المطبات. هنا مقبض التزويد البنزين او الكهرباء من هنا. طيب الاضاءه بتاعتها عاليه جدا، والخامات بتاعتها ب4 لنسات بتديك اضاءه بتفرش معاك على الطريق. تتشحن من هنا العجله بكل سهوله زي ما قلنا، وبنأكد ان العجله دي مش باينه ان كهرباء. وانا شايف ان البطاريه الداخليه دي ميزه مش عيب، الميزه بتاعتها مهمه جدا لان بتحافظ على البطاريه وشكلها مش باين ان هي عجله كهرباء، فهي حاجه فوق الممتازه. طيب العجله دي متاحه عندنا في محل ويل بايك وفيوتشر ويلز، واحنا من عندنا انتظروا كل ما هو جديد. وشوفوا فيديوهاتنا السابقه، كان في عجله كوجو برضو كنا عاملين عليها فيديو، هسيب لكم اللينك بتاعها في الديسكريبشن. وما تنسوش تشتركوا في القناه واللايك وتدعمونا بالدعم البسيط. شكرا، انتظروا مننا كل ما هو جديد. والمفاجاه الكبيره دلوقتي، ده القائد بتاعي هو بيتابع الشغل، وربنا يبارك له ويديله طولة العمر. شكرا ونتمنى لكم كل الخير. سلام. وده سيف واقف بيتابع العجله وبيبص علينا واحنا بنصور